راجل جزائري حمل وخلف بنت وبعدها بأسابيع مات بسبب مضاعفات ما بعد الحمل. راجل وعربي. أبو مايا أو أم مايا بقى ترند السوشيال ميديا كلها بعد وفاته بسبب مضاعفات الحمل اللي حصلت له بعد العملية القيصرية اللي عملها. اسمه أحمد الفاتح ومشهور على موقع التواصل باسم أحمد بلعيد وعنده 28 سنة وجزائري الجنسية. اتجوز رجل أعمال عربي سنة 2023 وسافر على أوروبا. ما طبعا لازم يسافر بعد اللي عمله ده، ومن هناك فاجئ الناس كلها بحمله. مش بس كده، ده بدأ يصور يومياته ويوثق كل لحظة كأنه شيء عادي وبيتفاخر بيه. طبعا انت دلوقتي بتسأل نفسك ازاي ده راجل، ازاي ده حصل؟ أحمد كان عامل عملية تحول جنسي جزئي، احتفظ بالشكل الخارجي كراجل، لكن عمل تعديل طبي في الجزء السفلي عشان يقدر يقوم بالعملية دي. وبعد استشارات طبية عملوا ليه تلقيح صناعي وزرعوا الجنين جواه. أحمد أنجب بنته مايا بعملية قيصرية. أيوة، في بنت بقت موجودة والناس كلها مصدومة. العالم العربي اتقلب ومحدش مصدق اللي بيحصل، لكن اللي زاد الطين بلة للأسف أحمد مات بعد الولادة بأسابيع يوم 23 مايو 2025. الوفاة كانت بسبب مضاعفات صحية خطيرة ومفيش أي جهة طبية طلعت قالت الحقيقة لحد دلوقتي. والأخطر من ده كله إن ده بيحصل في وسطنا وبيتصدر الترند وبيتصور كأنه حرية وعادي. لكن خلينا برضو نقول لكم إن مفيش أي معلومات مؤكدة على صحة كل الكلام ده، هو مجرد معلومات متداولة على السوشيال ميديا.